السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم الأخبار؟ أتمنى من ربنا سبحانه وتعالى تكون كلكم بخير وسعادة. إيه الفرح اللي أنا عامله ده؟ النهاردة هجرب معاكم بسكوتات وكيكات مصرية أسعارها ما بين 5 جنيه وأغلى حاجة معايا ب 12 جنيه. وادي الفاتورة من محل 7 مارت. قبل ما ابدا نصلي كلنا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام، وتدوس على علامه الاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس ولايكات وكومنت كده جبر خواطر بتصلي فيه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام وشير. ويلا نبدا ونقول بسم الله. شكل الفاتوره يا جماعه يعني حاجه تفرح القلب الحزين والله. اول حاجه هنجربها مع بعض بسكوت كورونا منشي بطعم كريمه الفراوله، سعرها 5 جنيه. الباكجينج الصراحة هايل جدا يا جماعة، ريحة كريمة الفراولة باينة جدا ما شاء الله تبارك الله. شكل الويفر ندوق ونقول بسم الله. كريمة الفراولة يا جماعة حاجة في غاية الجمال، والويفر صراحة القرمشة بتاعته على المظبوط، وزي ما انت عايز تقول قول جامد جدا. الباكجينج 10 من 10. الباكجينج الصراحة جميل جدا ومبهج جدا للعين. بالنسبة للكمية، الكمية 10 من 10 يا جماعة. الكمية كويسة قوي، يعني 4 صوابع ويفر ب5 جنيه، حاجة جامدة جدا. بالنسبة للويفر 10 من 10 و10 نجمات. الويفر هش جميل جدا وطعمه يعني في غاية الجمال وفي غاية الروعة. بالنسبة لكريمة الفراولة ولا غلطة، أنا بديها 10 من 10. كريمة الفراولة حلوة قوي وريحة كريمة الفراولة قوية جدا. تجربوا؟ اه طبعا جربوا وبألف هنا وشفا. تاني منتج معانا بسكوت كورونا منشي ويفر بكريمة الكاكاو بطعم البندق. شكل الويفر ندوق ونقول بسم الله. جميل قوي. الباكجينج 10 من 10. الكمية 10 من 10. الويفر 10 من 10. الويفر هش وجميل جدا وهتستمتع بيه قوي وانت بتاكل. بالنسبة لطعم كريمة الكاكاو بطعم البندق انا بديها 9 من 10. الطعم كويس والطعم مقبول جدا، ولكن في احسن من كده. تجربوا؟ اه طبعا جربوا وبألف هنا وشفا. سعره 5 جنيه. تالت منتج معانا بسكوت كورونا منشي بطعم كريمة جوز الهند. شكل البسكوت ريحة جوز الهند باينة جدا. ندوق ونقول بسم الله. طعم وريحة كريمة جوز الهند أنا بديهم 10 من 10 و5 نجمات. الريحة والطعم أقوية جدا وطعمهم حلو قوي، إلى جانب إن الويفر طري وهش، فأنا بديهم العلامة الكاملة ب10 من 10. تجربوا؟ جربوا بألف أنا وشفا. بسكوت كورونا منشي بطعم كريمة الكاكاو. شكل البسكوت ندوق ونقول بسم الله. كريمة الكاكاو أنا بديها 9 من 10. الطعم حلو، ولكن طعم الكاكاو المفروض كان يعلى عن كده شوية. هو مقبول جدا صراحة بالنسبة لسعره. الويفر مفيش أي اختلاف عليه 10 من 10. الويفر طري هش جميل جدا. تجربوا؟ اه طبعا جربوا. بالنسبة لسعره 5 جنيه يا اخوانا، أنا بجد تجربة أكثر من رائعة. مش معنى مثلا ان انا بدي حاجه 9 من 10 ان هي وحشه، لا، بس بيبقى في عندهم احسن من كده ان هم يقدموه. خامس منتج معانا بسكوت كورونا منشي بطعم كريم كراميل. شكل البسكوت او شكل الويفر ندوق ونقول بسم الله. بالنسبه للويفر 10 من 10. الويفر حلو، الويفر هش وطري وجميل جدا. بالنسبه لكريمه الكريم كراميل ضعيفه، انا بديها 7 من 10. طعم محتاج ان هو يزيد عن كده. تجربوا؟ اه جربوا. كتجربه كامله حلوه مش وحشه، وخصوصا ان سعرها 5 جنيه وبألف هنا وشفا. سادس منتج معانا هجرب بسكوت فريسكا فينجر بطعم كريمه الكاكاو والبندق. سعرها 7 جنيه. شكل البسكوت ريحه الكاكاو والبندق باينين بشكل واضح. ندوق ونقول بسم الله. دلعني دلعني. الباكجينج 9.5 من 10. الكمية البسكوت 8 قطع أنا بديها 10 من 10. حجم البسكوت كويس، بديله 9.5 من 10. بالنسبة للويفر، بسكوت الويفر أنا بديله صراحة 10 من 10. البسكوتة حلوة، ولكن كدرجة هيشان كانت أكتر في كورونا منشي، ولكن هنا درجة الاستمتاع أعلى عشان كريمة الكاكاو والبندق عاليين، ودول أنا بديهم 10 من 10 و5 نجمات. الطعم حلو والطعم جامد جدا، وهتتمزج وهتستمتع جدا بطعم كريمة الكاكاو والبندق.
تجربه؟ اه طبعا جربه بألف هنا وشفا. أنا ما خدتش اصلا الصورة، ثواني. هجرب بسكوت فريسكا فينجر بطعم كريمة الكاكاو. دي فيها 12 قطعة وسعرها 10 جنيه. شكل البسكوتة، ندوق ونقول بسم الله. الباكجينج 9.5/10، الكمية 10/10، السعر 10/10 و10 نجوم، السعر مناسب جدا. حجم الويفر 9.5/10، الحجم كان محتاج ان هو يزيد عن كده حاجة بسيطة. بالنسبة للويفر 10/10 و10 نجمات. الويفر جميل وهش وفي قرمشة كده حلوة جميلة صراحة. كريمة الكاكاو 10/10 و10 نجمات. كريمة الكاكاو حلوة جدا، يعني الطعم غني قوي وحاجة كده في غاية الجمال وغاية الروعة. تجربه؟ اه طبعا جربه وبألف هنا وشفا. هجرب بسكوت بيمبو. هو بسكوت بالفانيليا محشي ومتغطي بكريمة الكاكاو بطعم البندق، وسعرها 5 جنيه. شكل البسكوتة، ندوق ونقول بسم الله. الباكجينج 9.5/10، الباكجينج حلو. بالنسبة للبسكوتة أنا بديها 9/10. البسكوتة كانت محتاجة تبقى أطرى من كده. بالنسبة لكريمة الكاكاو أنا بديها 8.5/10. طعم كريمة الكاكاو المفروض إن هو يبقى أغنى من كده. بالنسبة لطعم البندق أنا ما حسيتش أصلا إن في بندق. وتجربه كتجربة كاملة، ده ب5 جنيه مش وحش، بس أنا عليا إن أنا بفصص لك بس، لا أكثر ولا أقل. تاسع منتج معانا هجرب بسكوت بيمبو. هو بسكوت كاكاو محشي ومتغطي بكريمة الكاكاو. شكل البسكوتة، ندوق ونقول بسم الله. الباكجينج 9.5/10، البسكوتة 9/10. البسكوتة كانت محتاجة تبقى أطرى من كده. بالنسبة لطعم الكاكاو 9.5/10. الطعم كويس والطعم حلو والطعم مقبول، ولكن في أحسن من كده. تجربه؟ اه طبعا جربه بألف هنا وشفا. عاشر منتج معانا هجرب بسكوت بيمبو. بسكوت بالفانيليا ومحشي ومتغطي بكريمة الكاكاو. شكل البسكوتة، ندوق ونقول بسم الله. أحلى واحد فيهم بما يرضي الله. الباكجينج 10/10. الباكجينج حلو جدا والباكجينج مقبول والألوان صراحة جامدة جدا. البسكوتة 9/10. البسكوتة كانت محتاجة تبقى يعني أطرى من كده شوية، لأن حاسس إن هي ناشفة صراحة. بالنسبة ل كريمة الكاكاو 10/10 هنا يا جماعة. هنا حاطين كاكاو إكسترا حاجة جامدة جدا جدا. بالنسبة لطعم الفانيليا ضعيف جدا 2/10، ولكن كتجربة كاملة تجربه أجربه وبألف هنا وشفا، وسعره 5 جنيه. هجرب المنتج ال11 بسكوت ويفر بلوكس مقرمش بطعم كريمة الفانيليا، وسعره 5 جنيه. شكل البسكوتة، ندوق ونقول بسم الله. بالنسبة للباكجينج 8.5/10. الباكجينج مقبول. بالنسبة لكمية البسكوت بديها 9/10. الكمية برضو مقبولة إلى حد ما. بالنسبة الويفر أنا بديله 9.5/10. الويفر حلو، الويفر القرمشة بتاعته جميلة صراحة، وخصوصا إن سعره 5 جنيه فجميل جدا. بالنسبة لطعم الفانيليا، أنا هنا طعم الفانيليا بديله 9.5/10. طعم الفانيليا حلو وطعم الفانيليا باين وقوي. تجربه؟ اه طبعا جربه وبألف هنا وشفا. منتج رقم 12 هجرب بسكوت تاوتاو. وهي عبارة عن بسكوتة بالشوكولاتة محشية مارشميلو. سعر البسكوتة 6 جنيه. شكل البسكوتة، ريحة الكاكاو قوية جدا. بص شايف المارشميلو؟ بص يا جمال، يا بص يا جمال وتكاته كأنها جبنة موتزاريلا ندوق ونقول بسم الله. حلويات، طعم الكاكاو قوي جدا. البسكوتة حلوة وطرية، وزي ما انت عايز تقول قول. الباكجينج 9/10. بالنسبة لطعم الكاكاو 10/10 و10 نجوم يا جماعة. طعم الكاكاو قوي جدا والبسكوتة جميلة وطرية هتعجبك جدا. بالنسبة للمارشميلو لا ياخد هنا ختم الجودة و10/10 و10 نجمات. يا جماعة المارشميلو طعمه جميل جدا. تجربه؟ اه جربه وبألف هنا وشفا. هجرب بسكوت توتاو باوند. عبارة عن بسكوتة ويفر متغطية بطعم الشوكولاتة البيضاء. سعرها 10 جنيه. لوحة فنية. ندوق كده ونقول بسم الله. بالنسبة للباكجينج 9.5/10. الباكجينج مقبول جدا. بالنسبة للشوكولاتة البيضاء أنا بديها 9.5/10. طعم الشوكولاتة البيضاء جميل قوي وواضح قوي، ولكن كنت أتمنى إن نسبة السكر تبقى أهدى من كده شوية. بالنسبة للبسكوتة الويفر أنا بديها 9.5/10. البسكوتة كانت محتاجة إن هي تبقى
هشة عن كده، حاجة بسيطة. تجربه؟ طبعا جربه وبألف هنا وشفا. هجرب بسكوت توتاو باوند. هي عبارة عن بسكوتة ويفر متغطية بالكاكاو. شكل البسكوت الويفر شكلها صراحة حلو، ريحة الكاكاو باينة بشكل ملحوظ، ودي حاجة كويسة. ندوق ونقول بسم الله. الباكجينج 9.5/10. الباكجينج مقبول. بالنسبة لحجم البسكوتة صراحة بديها 10/10. بالنسبة لبسكوتة الويفر أنا بديها 9.5/10. البسكوتة كانت محتاجة تبقى هشة عن كده، ولكن صراحة طعمه حلو جدا. بالنسبة لطعم الكاكاو أنا بديله 9.5/10. صراحة الطعم حلو والطعم غني وريحة الكاكاو باينة وواضحة، ولكن حسيت كده بمرارة بسيطة كده بعد ما أكلت الشوكولاتة. تجربوا؟ جربوا وبألف هنا وشفا. هجرب أصابع البسكوت المملحة من فانداي بطعم الزيتون. شكل أصابع البسكوت. ندوق ونقول بسم الله. الباكجينج 9.5/10. الباكجينج مقبول جدا. بالنسبة لكمية أصابع البسكوت المملحة أنا بديها 10/10. الكمية مقبولة بالنسبة لسعرها، أنت بتتكلم ب6 جنيه. بالنسبة للبسكوت نفسه أنا بديله 9.5/10. الطعم حلو والطعم كويس جدا، ولكن كنت أتمنى يبقى فيه قرمشة عن كده في البسكوت المملح، لأن أنا الصراحة طالما بسكوت مملح أحب إن يكون فيه قرمشة، عكس مثلا البسكوت اللي هو بيبقى فيه شوكولاته والكلام ده. لا، احب ان البسكوته تكون طريه. بالنسبه لطعم الزيتون انا بديله 10/10. ياخد العلامه الكامله. الطعم حلو والطعم باين والطعم قوي جدا. هيعجبك. هيعجبك. تجربه؟ جربه وبألف هنا وشفا. هجرب اصابع البسكوت المملحه من فان داي بطعم البيتزا. شكل اصابع البسكوت المملحه. ندوق ونقول بسم الله. الباكجينج مقبول. 9.5/10. حلو، بس في احسن من كده عند الشركه دي بالنسبه للباكجينج بتاعهم. بالنسبة للكمية 10/10. الكمية حلوة والكمية مقبولة جدا، وخصوصا ان سعره 6 جنيه. بالنسبة لطعم البيتزا وده اللي فاجئني، بديله 10/10 و10 نجمات. طعم البيتزا باين وواضح وقوي، وهتستمتع بيه جدا. تجربه؟ جربه وبألف هنا وشفا. هجرب أصابع البسكوت المملحة من فان داي بطعم الملح. شكل أصابع البسكوت المملحة. ندوق ونقول بسم الله. الباكجينج 9.5/10. كمية 10/10. الكمية مناسبة جدا بالنسبة للسعر 6 جنيه. بالنسبة لطعم الملح الطعم مظبوط على المسطرة. بديله 10/10 و10 نجمات. وختم الجودة برضو نفس النقطة. البسكوتة كانت محتاجة إن هي تبقى مقرمشة عن كده، حاجة بسيطة، لأن أنا بحب القرمشة في البسكوت، في البسكوت المملح. تجربوا؟ جربوا وبألف هنا وشفا. هجرب بسكوت فان داي مملح على شكل سمكة بطعم الجبنة. بالنسبة للباكجينج 9/10. الباكجينج مقبول جدا. بالنسبة لكمية البسكوت أنا بديله 9/10. مقبول. بالنسبة للسعر 8 جنيه. بالنسبة بقى لشكل السمكة، الأشكال الجميلة دي، صراحة الشكل حلو، ولكن كنت محتاج إن البسكوتة يبقى حجمها أكبر من كده شوية. بالنسبة لطعم الجبنة 10/10 و10 نجمات. الطعم باين والطعم واضح والطعم قوي جدا. تجربوا؟ طبعا جربوا بألف هنا وشفا. هجرب بسكوت مملح فان داي بطعم الجبنة على شكل سمكة. شكل البسكوت على شكل سمكة صراحة، والشكل عاجبني جدا. ندوق ونقول بسم الله. بالنسبة للباكجينج 9/10. الباكجينج مقبول. بالنسبة للكمية أنا بديها 9/10. الكمية كويسة، كمية مقبولة بالنسبة لسعرها 8 جنيه. بالنسبة لشكل السمكة يا جماعة الشكل حلو، ولكن كان محتاج يكبر عن كده شوية، فبالنسبة للشكل بديله 8.5/10. بالنسبة لطعم الملح صراحة الطعم مظبوط، مفيش ولا غلطة، في 10/10 و10 نجمات وختم الجودة. الطعم حلو والطعم باين والطعم قوي جدا. هتستمتع؟ طبعا هتستمتع. تجربوا؟ جربوا وبألف هنا وشفا يا صديقي العزيز. هجرب كيكة من فان داي بطعم الفانيليا مع قطع الفواكه المجففة، وسعرها 6 جنيه. ريحة الفانيليا قوية. ندوق ونقول بسم الله. باكجينج 10/10. الباكجينج حلو جدا. بالنسبة للكيكة فأنا بديها 9.5/10. الكيكة طرية والكيكة حلوة، ولكن السكر عالي سنة. طعم الفانيليا فالطعم باين بشكل واضح وبشكل قوي، فبديله 10/10. بالنسبة للفواكه المجففة صراحة بديها 9/10 كتجربة كاملة. تجربوا؟ طبعا جربوا وبألف هنا وشفا. هجرب كيكة فان داي شرائح ماربل بالكاكاو.
سعرها 6 جنيه. عاجبني صراحة إن الكيكة طرية، الكيكة هشة. شكل الكيكة ندوق ونقول بسم الله. الباكجينج 10/10. الباكجينج حلو جدا. بالنسبة للكيكة بديها 9.5/10. الكيكة حلوة والكيكة طرية والكيكة جميلة جدا، ولكن الكيكة فيها سنة سكر زيادة. بالنسبة لطعم الكاكاو أنا بديله 9.5/10. الكاكاو مقبول، تجربه أجربه وبألف هنا وشفا. هجرب كيكة براونيز من فرايداي، سعرها 11 جنيه. شكل الكيكة ندوق ونقول بسم الله. الباكجينج 9/10. حجم الكيكة بديها 8.5/10. الكيكة كانت محتاجة حجمها يكبر عن كده. بالنسبة للكيك أنا بديله 10/10. الكيكة طعمها حلو قوي والشوكولاتة باينة وطريقة. بالنسبة للكيكة بديها 10/10. الكيكة طرية وحلوة وجميلة جدا، وطعم الشوكولاتة وقطع الشوكولاتة اللي فيها يا جماعة حلوين جدا. تجربوها أجربوها وبألف هنا وشفا. هجرب بسكوت أولكر بالتمر، 4 قطع ب5 جنيه. شكل البسكوتة، كمية تمر كويسة. ندوق ونقول بسم الله. بالنسبة للباكجينج 9.5/10. الباكجينج مقبول جدا. بالنسبة للبسكوتة طرية وطعمها حلو وسكرها مظبوط وبتدوب في البق دوبان والله. وبالنسبة للتمر أنا بديله 10/10 و10 نجوم. يا جماعة التمر طعمه حلو جدا، واضح إن هم مستخدمين نوع تمر نضيف. تجربوا؟ طبعا جربوا بألف هنا وشفا. هجرب بسكوت أولكر بالمارشميلو، عبارة عن بسكوت ساندوتش متغطي بالكاكاو محشي بالمارشميلو. شكل البسكوتة ندوق ونقول بسم الله. بالنسبة للباكجينج 9.5/10. الباكجينج مقبول. بالنسبة للبسكوتة 10/10. البسكوتة طرية وجميلة جدا وبتدوب في البق دوبان. بالنسبة لطعم الشوكولاتة ياخد العلامة الكاملة 10/10. طعم الشوكولاتة باين وواضح وقوي وغني جدا. بالنسبة للمارشميلو 9.5/10. المارشميلو طعمه حلو، ولكن كان محتاج ان هو يزيد عن كده حاجة بسيطة. تجربوا؟ جربوا وبألف هنا وشفا. هجرب بسكوت تاو تاو فانتوم بطعم الكاكاو، 6 قطع سعرهم 6 جنيه. شكل البسكوتة ندوق ونقول بسم الله. بالنسبة للباكجينج 9/10. الباكجينج مقبول. بالنسبة للبسكوتة بديها 9.5/10. البسكوتة طعمها حلو والبسكوتة طعمها غني، ولكن في أحسن من كده. بالنسبة لطعم كريمة الكاكاو بديله 7.5/10. الطعم كان محتاج يزيد عن كده وكان لازم يبقى أغنى من كده، ولكن كتجربة كاملة تجربوا؟ طبعا جربوا وألف أنا وشفا. هجرب بسكوت اولكر فينجر بطعم الكاكاو. شكل البسكوتة ريحة الكاكاو باينة جدا. ندوق ونقول بسم الله. الباكجينج 9.5/10. البسكوتة 9.5/10. طعم وريحة الكاكاو 10/10. الطعم باين والريحة باينة وقوية جدا جدا. تجربها؟ جربها وبألف هنا وشفا. جرب فان داي أصابع البسكوت المملحة بطعم الجبنة. شكل البسكوت ندوق ونقول بسم الله. كمية البسكوت كويسة. الباكجينج 9/10. أصابع البسكوت 9/10. كمية البسكوت 10/10. طعم الجبنة 10/10. الطعم جميل والطعم واضح وباين. تجربوا؟ جربوا وبألف هنا وشفا. هجرب بليزو بطعم الفراولة. شكل البليزو ندوق ونقول بسم الله. باكجينج 10/10. الويفر 10/10. الشوكولاتة البيضاء 10/10 و10 نجمات. طعم الكراميل أنا بديله 7/10، ودي حاجة كويسة عشان ما يطغاش على طعم كريمة الفراولة اللي أنا بديها 10/10. الطعم يا جماعة جامد جدا. تجربوها؟ جربوها وبألف هنا وشفا. هجرب بسكوت أولكر فينجر بطعم القرفة. شكل البسكوتة ندوق ونقول بسم الله. الباكجينج 9/10. البسكوتة أنا بديها 9.5/10. طعم وريحة القرفة 10/10. الطعم والريحة جامدين جدا وواضحين، في حاجة في غاية الجمال. تجربوا؟ جربوا وبألف هنا وشفا. هجرب كيكة تورتة محشية بكريمة الفانيليا ومتغطية بالشوكولاتة. شكل الكيكة الحشو هو. ندوق كده ونقول بسم الله. الباكجينج 9/10. كريمة الفانيليا 8.5/10. بطعم الشوكولاتة أنا 8/10. تجربها؟ جربها وبألف هنا وشفا. هجرب بليزو بطعم الشوكولاتة البيضاء. دي شكلها حلويات كده ونقول بسم الله. بالنسبة للباكجينج 10/10. طعم الويفرول 10/10. طعم الشوكولاتة البيضاء يا جماعة 10/10. طعمها جامد. طعم الكراميل 9/10. جربوا؟ جربوا بألف هنا وشفا.
بليزو بطعم الشوكولاته، شكله جامد قوي يا جماعه والله. نقول بسم الله وندوق. الباكجينج 10 من 10، طعم الشوكولاته 10 من 10 بصراحه جميله. طعم الكراميل 9 من 10، طعم البندق 9 من 10. هتجربه؟ اجربه بألف هنا وشفا. هجرب بليزو بطعم الجوز الهند. شكل البليزو، نقول بسم الله وندوق. الباكجينج 10 من 10، للويفر 10 من 10، طعم الكراميل 9 من 10، الشوكولاته البيضاء 10 من 10، طعم الجوز الهند 10 من 10. باين وواضح، جربه اجربه وبألف هنا وشفا. بس لازم حضراتكم تدعموني عن طريق الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. النهارده انا كنت مبسوط جدا مع حضراتكم لان احنا جربنا مجموعه من المنتجات المصريه اللي هي البسكوتات والكيكات، واسعارها بتتراوح ما بين 5 جنيه و11 جنيه. وفي منتجات فاجئتني جدا 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 صراحه، ان طعمها حلو جدا وسعرها مناسب قوي. يا اخوانا احنا عندنا شويه منتجات مصريه تتفوق على على المنتجات المستورده ومنتجات المقاطعه والله العظيم. فبشكركم شكر كبير جدا 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 ان حضراتكم يعني فضلتوا قاعدين معانا في الفيديو ودعمتونا بالاشتراك في القناه، ودعمتونا باللايكات، ودعمتونا بكومنت كده جميل بتجبروا بيه خاطرنا وبتصلوا فيه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بشكركم على دعمكم الكبير ليا، واكتبوا لنا بقى الحلقه الجايه عايزين نعملها عن ايه، والكومنت اللي هيجيب اكبر عدد لايكات ده ان شاء الله اللي هنطلعه معانا وهنعمل فيديو باسمه. بحبكم جدا 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 في الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معكم عبد الله فؤاد.